السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي. فنقدم النهاردة مع بعض الجلاش البسيط السريع. هيعجبكم بإذن الله. بسيط جدا وبدون حشوات، بس هنرش على وشه كده فول سوداني محمص كويس. هنجرشه ونرشه كده على الوش. هيدينا طعم وشكل ما شاء الله. يا رب بإذن الله يعجبكم. صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف عملناه ازاي. هنجيب لفة الجلاش بنفس الطبقات بتاعتها، مش هنخفها، بنفس الطبقات هي هنفرد لفة الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وهنلفها رول. هنحاول نلفها رول بنفس الطبقات هي بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين هنلفها رول بالشكل ده. وهنقطعها على 4 قطع، 4 أجزاء متساوية. هنقطعها 4 قطع متساوية علشان القطع اللي احنا هنعملها تبقى قد بعضها. هنركنها جانبا وناخد منها جزء جزء، هنفرده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونقطعه مربعات على شكل مربع، كل قطعة على شكل مربع بنفس الطبقات اللي جاية بيها. احنا مش هنخفها، بنفس الطبقات هي هنقطعها مربعات زي ما انتوا شايفين بالشكل ده علشان المثلث يطلع معانا متساوي. جلاش بسيط جدا وسهل وطعمه لذيذ، هيعجبكم بإذن الله. صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش ذكر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. هناخد كل مربع ونطبقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على شكل مثلث، ونرصه في الصينية. طريقة سهلة وبسيطة جدا، وهتدينا نتيجة جميلة. المربع هيطلع معانا مثلث متساوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنفرد القطعة اللي بعدها بنفس الطريقة ونقطعها برضو مربعات ونطبقها بنفس الشكل زي ما انتوا شايفين لحد ما نخلص لفة الجلاش اللي معانا. طريقة سهلة وبسيطة جدا، أي حد يقدر يعملها بكل سهولة. وبدون أي حشوات، ما فيهاش أي حشوة. احنا بس في الآخر بعد التسوية هنرش على وشها فول سوداني أو مكسرات، أي حاجة موجودة عندك هتطحنيها وترشيها على الوش. هتديها طعم، هتديها طعم أجمل من السادة. ولو عايزاها سادة سيبيها زي ما هي. هنعمل كل واحدة عكس التانية بالشكل ده علشان الصينية تشيل الكمية اللي معانا. تابعوا معايا الفيديو للآخر بإذن الله هيعجبكم. حالة خفيف جدا وجميل وسهل وبسيط ومش مكلف، يدوب تمن علبة الجلاش بس. بنفس الطريقة هنقطع اللي معانا لحد ما نخلص كل الكمية. ودي ادتنا صينية جميلة. لفة الجلاش عملت معانا صينية حلوة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب سمنة، معلقتين سمنة بلدي وعليهم زيت ذرة نخفف بيهم السمنة.
وهنوزع السمنة عليهم كويس علشان يورقوا معانا في الفرن. لازم تديهم كمية مناسبة علشان يطلع معاك مورق وجميل بجد. أجمل من الجاهز، والله أجمل من الجاهز. كان طعمه جميل جدا وخفيف وبسيط وعجب الأولاد جدا. شايفين شكله جميل ازاي ولونه ما شاء الله، اللون الذهبي الجميل، ومن تحت لونه ذهبي برضو، شكله جميل ومورق. بعد ما طلعناه من الفرن هنسقيه الشربات. طبعا الشربات لازم يكون بارد وهو سخن. نسقيه الشربات كويس بالكمية اللي انت عايزاها، حسب التحلية اللي انت عايزاها هتديه شربات. ممكن ترشي حاجات بسيطة لو انت مش عايزاه حلو زيادة، وممكن تزودي السكر شربات لو انت عايزة التحلية بتاعته عالية. ما شاء الله شكله جميل جدا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناة تشجيعا منكم، وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. كده وزعنا عليه شربات كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنسيبه شوية لحد ما يشرب كمية الشربات اللي ضفناها له. هيتشربها كويس، مش هيبقى فيه أي زيادة. ما شاء الله لونه جميل جدا وطعمه أجمل. جربوه وبإذن الله هيعجبكم. كده شرب كل العصاير اللي فيه. هنرصه في الطبق وهنرش على وشه الفول السوداني المجروش. شايفين التوريق؟ شايفين التوريق جميل ازاي؟ هنرصه في الطبق. بعد ما تشرب الشربات بتاعه. ما شاء الله شكله يفتح النفس. ممكن تسيبيه كده سادة جميل، وممكن تحطي عليه المكسرات على الوش زي ما تحبي. ما شاء الله رائع، بألف هنا. نورتوني حبايبي وشرفتوني. شكرا لمتابعتكم الجميلة. يا رب أكون قدرت أفيدكم ولو بمعلومة صغيرة. شكرا حبايبي لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.